دودي شالحت على اللايف، فليش شالحت وكيف شالحت وشو صار بهاللايف هذا رح اخبركم اياه بهذا الشوط. لكن ابلش تعمل لك شكرا تفاجئ تنبيهات ويلا خلونا نبلش. انا من فتره طلعت بشورت وقلت انه خلص دودي ما بقى عندها اي وسيله اخرى انها تجيب ترند، عملت كل شيء، ماتت عاشت اختها طلعت على الفاضي نزلت، ما بقى فيها تعمل اي شيء حتى تجيب ترند، عملت كل شيء. ولكن يبدو اني كنت غلطان. دودي بعد في بجابتها كثير افكار وافكار قويه مثل ما شفنا باللايف هذا. حوت ايش اسوي لح فيك؟ اشلح البنطلون اذا بتضل على اللايف، لح اشلح البنطلون. ها يبقى ليه اذا ما يلا. ببعت العالم كلهم لحسابي نعم كل يوم بشلح. بيروح. بعمل غير. روح بدي البس. طول ما حضر انت عم بشلح، يلا عم بشلح يلا. فعملت فكرة على اللايف انه هي طلعت مع شخص بتكرهه على اساس انها بتكرهه، قلت له انا حضل اشرح لحتى ما انت تطلع من اللايف. هلا صراحة الزلمة بزق على بزق باللايف، يعني اللايف ما شفته بزق على بزق باللايف. يعني انا ما انا محل بنتحر، مش هو بس العالم كانت عم تشاهدها بازلة. يا دودي بدك تطلعي ترند، طلعي بمحتوى حلو مزبوط. طلعتي ترند هلا، بس طلعتي ترند من ورا البزاق، يعني انا بوزع عليك العالم انت طلعتي ترند، ما ضل في حدا بتعرف الا بوزع علي. ف يعني انه انت شو متوقع يعني تطلعي تشرحي لايف حالي يسقفوا لك واو محتوى حلو يا دودي، استمري استمري بهالافكار. وما وقفت هون بس، لا طلعت بفيديو بعد اللايف، يعني بعد ما كان انه قناتها على التنفجر، ما بعرف ليش كل ما بعرف تعمل شي قناتها بتنفجر، يعني على قد تحبين تشاهدوا فضايحها يعني. نزلت فيديو اذا افراد عائلتها فاتوا على تيك توك. حدا من اخواتي بيطلع على السوشيال ميديا طبعا رح يكون سبحان الحي الذي لا يموت. ممنوع انا اخواتي يطلعوا على السوشيال ميديا، انا الوحيده اللي بالسوشيال ميديا. ممنوع اي حدا بخصني يطلع على السوشيال ميديا، لاني انا رح امنع هالشيء. واي حدا مثلا كان من قرايبيني او من عيلتي او من حدا بخصني او اختي مثلا على السوشيال ميديا، طبعا اكيد انا ما رح خليها. طبعا عم تقولوا لي دغري بتعمل لك هالحركة هاي يا اندرتيكر. لنا شوي يعني مزبوط انت بتشبهي اندرتيكر بس هو اطول شوي، بس انه هادي شوي، انه في شبه بيناتهم. بس حاج كل شوي بتعال اي واحد، واحد بصب بالطريق واحد بصب باللايف، اهله بفوتوا على تيك توك. انه يعني بدك تضلي انت محتكره الصناعه بالي بعيلت لك وحدك، انه خلي اخواتك يفوتوا، بركي بركي قدموا محتوى حلو بيحسنوا صوره العائله، يعني ما تضلي انت بالوجه. ما بعرف، اعطوني رايكم بالتعليقات، هل انا شايفها غلط ولا هي غلط، ولا ما بعرف، ولا كلنا غلط وهي صح، ولا اكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم.